إلى مخيم برج البراجني في بيروت عاد ابن المخيمات الفلسطينية محمد عساف في زيارة هي الثانية لهذه المنطقة، زيارة أرادها لتصوير أغنية مستوحاة من التراث الفلسطيني، فاتسعت بوجوده أزقة المخيمات الضيقة التي توافد إليها المئات من محبي عساف. الأغنية أول جملة فيها يا حلالي ويا مالي، هي هدول الكلمتين من التراث الفلسطيني، اقتبسناهن ونظمنا عليهن أغنية جديدة. كتير حبيت الجو، جو فرح ودبكة ورقص، عرفت كيف؟ الشيء الحلو انه انا اصريت انه انا اصورها بمخيم من المخيمات الفلسطينيه، لانه انا ابن المخيم. ان شاء الله راح نخلي كل هدول الناس اللي برا راح يشاركوا معنا بالكليب هلا، وحنعمل دبكات وهيك اشياء كثير حلوه. عساف الذي وصل في 6 صباحا إلى المخيم أيقظ الأهالي على نغمات أغنيته، سارعوا لملاقاته رغم ضيق المساحة وانتشروا على الشرفات المحيطة بمكان التصوير. أما الأطفال فتسلقوا الجدران على أمل مشاهدة عساف المحاط بالكاميرات. النجاح اللي أنا فيه محبة الناس هاي، فمن الجميل إنه يكون الإنسان قريب للناس. انتقل عساف من مكان إلى آخر لينهي التصوير في ساحة المخيم، وقف لوقت طويل على مبنى يطل على الساحة محاولا إقناع أبناء المخيم بالتراجع إلى الخلف كي يتمكن من إنهاء التصوير معهم، إلا أن محاولاته لم تفلح، عاد ووقف بينهم علهم يتراجعون إلى الخلف، لكن لحظات الفرح التي غمرت الجميع ضغط على تمنيات عساف. يعني بغني وجعنا، عرفت كيف؟ بغني قضيتنا، بنحس قضيتنا فيه. مخيمات لبنان خليني اقول لك انه وضعهم كثير صعب اكثر من المخيمات، لانه طبعا كلنا معاناه واحده، ولكن هون اوضاعهم صعبه بحيث انه هن خارج الارض المحتله، احنا موجودين يعني الفلسطينيين الموجودين بالضفه الغربيه او بقطاع غزه او بالقدس. تحس انه الواحد يعني لساته ولو انه احنا مهجرين، يعني احنا لاجئين داخل وطننا. أنهى عساف يوما طويلا وشاقا، لكن وجوده بين أهله وأحبائه خفف عليه مشقة العمل كما يقول. فلسطين يا أمي ويا روحي. غنوة يتيم، العربية، بيروت.